بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. مسلمانانی بەڕێز كتابي أصول دعوة لباسي إيمان هينان ببيغمبر صلى الله عليه وسلم لبابتي عقيدة وأوشتاني كبيوز دبين لكاتي كإنسان باور بيني ببيغمبر صلى الله عليه وسلم تشي لسر بيوز دبيت كورتي كتان لخدمة عرضك إن شاء الله. ما مصاد فرميت: والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يقتضي التسليم المطلق والتام لما جاء به أو أخبر عنه. إيمان هنان ببيغمبر محمد صلى الله عليه وسلم وكو هم نبي هم وكو رسول نيراو أو بيوز دكات لسر كسكك تسليم يبونيكي مطلقي هبت وتسليم بونيكي طواوي هبت بو أوشتي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم هناويتي ياخد حوالي داولة سري، وتصديقه وطاعته فيما أمر به أو نهى عنه دون حرج أو ضيق أو مناقشة أو جدال أو تعقيب أو أخذ البعض وترك البعض الآخر. وبرازداناني أويك بيغمبر صلى الله عليه وسلم هناويتي وجويرا الكردني لويك فرماني بيكردوا ياخد أويك نهيلي كردوا ببي أوي تنها جويرا يلبون بو أوي فرماني بيكردوا نهي كردوا لكردوا تنها جويرا يلبون نية بلكو سرباري جويرا يلبونكاش دبيت شون بيت دون حرج أو ضيق أو مناقشة ببي هز نارحتي سنگتون بونو مناقشة كردنك ياخد مجادلة كردنك ياخد أوي كباشكو يجي بيوزيات كآخر وآخري بيوزيات كات ياخد أوي كدز بقريبا بشكل أوي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرماني بيكردوايا وبشكل تريشي واز لي بينت أو بهيز شويك نابت بشكل أوي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم باسي كردوا وهناويتي وفرماني بيكردوا جيب كي وبشكل تريشي واز لي بيني. فإن كل هذه الأشياء تناقض مقتضى الإيمان به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، چونك همو أوشتانا كتو نارحتيك تهبيت بدلو بيدنا خوش بك أو فرمانا جيبا جيدكي ياخد مناقشي تدابكي جدالي تدابكي يعني بشيكي دستي بيو بقري وبشيكي واز لي بيني أو همو أوشتانا دبيت هوي تناقض كردون وهالوشان نوي إيمان هينان ببيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو بيغمبر وكو رسول. بويا لبر أوانا تندها آياتي: ولهذا جاءت النصوص القرآنية كلها تؤكد وتبين هذه الأمور وغيرها التي هي مقتضيات الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم. فمن هذه النصوص الواردة في القرآن العظيم قوله تعالى. وتندها النصوص لبر أمانا نصوص قرآني ودقي قرآني هاتوا كهموي تأكيد دكاتوا وروني دكاتوا همو أوكاران رون دكاتوا بيمان ضلك إيمان هنان ببيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم چون دبيت وأو نصوصانش لوانا بلغ وكو الأو آياتانا كبنمونه هنا يتيما مصطا. خواه قرد فرمد لسورة آل عمران آياتي صوصي ودو: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لقل جورا لكردني خواه پروردگار جورا لكردني رسولي شاتوا بيغمبري شاتوا صلى الله عليه وسلم. خواه قرد فرمي هروها آل عمران آياتي سيويك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بيان بلي أي محمد صلى الله عليه وسلم أجر إيوه خواي جورتان خوش دويت أو شوين من كون أو خواي جورج إيوه خوش دويتو لقنا حكانشتان خوش دويت وبراسي خواي جورج لي خوش بو ببزية. هلا لعمران آياتي سيودو: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بيان بلي أي محمد صلى الله عليه وسلم جورايا لي خوا بيغمبر كان أجر بشتيان هالكرد لوا أو خواي جورا كافراني خوش ناويت. لا سورة نساء آياتي هشتا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هر كسيك جورايا لي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو جورايا لي خواي پروردگاري كردوا. لسورة النور آياتي پنجاويك: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. براسي وتي إيمان داران كاتي كبان دقرين بولاي خواي پروردگار وبولاي پیغمبركي صلى الله عليه وسلم بو أوي حكم كان لناويان داو لو مشكلاني كلبينيان داهي بقرآن والسنة سارسري كان أو دبي بلين أو إيمان داران دبي بلين سمعنا وأطعنا بسمان ملكتين
وأولئك هم المفلحون وبراسي أو كسانش سرفرازو سركوتون. لسورة الفتح آيات حفدة ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. هر کسی جوراي اللي خواي پروردگار و پیغمبرکی بکات دی خاتنا و بهشتوا و او بهشتانه که بجیری دا بجیر بهشتکه دا او دروات ربارکان درون بجیری دا و هر کسی کش پشت حلقات لجوراي اللي كردني خواي پروردگار و پیغمبرکی صلى الله عليه وسلم او عذابی داد بعذاب اکی بايشو پر نارحتي. لسورة حشر آيات حوت خواي قورة فرميت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ايوا هر شتيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماني بيكردن كأنجامي بدن و دستي بيو بگرن و هر شتيكش فرماني بيكردن كوازي لبينن او وازي لبينن. لسورة أحزاب آيات 36 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بوهيت إيمان دارك نية لبياو لجن بوهيت إيمان دارك نية لبياو لجن كاتكا خواهي قورة فرماني كي كرت و پیغمبرك صلى الله عليه وسلم فرماني كي كرت او إيمان دارانا بويان نية هيت هالبجاردي كان هبه لفرمانكاني اواندا هر بفرمانك بيت كبيغمبر صلى الله عليه وسلم كآيات قرآني كبيغمبر صلى الله عليه وسلم قالتك أخوي قور فرماني كدبيا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرماني بيكر بيت كبوشي وعزر رفتار كانوا أوب كان أكر لو بابتدا كتو أمت نكر أو إنساني من دار بونية اختياري بونية بل قينا وايا شرعية بلا من أو كارناكم نابت بلكو أخوي قور فرميت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. راست كاري إيمان داركانا بلا ما دام خواهي قورة بشوازك فرماني كردوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشوازك فرماني كردوا أو كارا بمشوازك برد شيط الريوة كواتا اختيار لدرستي إيمان داري بياو جندان نامينتوا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أي قروا ما نكر إنسان جورالی فرمانکانی خوا و فرمانکانی پیغمبری نکرد و پیچوانه و رفتاری کرد خوای گورده فرمی هر کسی سرپیچی به خوای پروردگار و پیغمبرکی بکات او براستی گمراه و با گمراهبونی کی آشکرا. و هر وحال سورة نساء آیاتی 59 خوای گورده فرمید فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اگر لهر شيء دا نزاع و کێشە و مشکلە و دووبارەکی کەوتە نێوانتان گرفتێکتان بۆ دروست بوو مشکلتان هەبوو لە بینی خۆتاندا لەسەر شتێک لەسەر کارێک ئەوە بیژێڕنەوە بۆ لای خوای پەروەردگار بۆ لای پێغەمبەرەکەی ئەگەر ئێوە ئیمان دەهێنن بە خوای گەورە و بە ڕۆژی دوایی مادام ئێوە ئیماندارن و باوەڕتان بە خوای گەورە هەیە باوەڕتان بە قیامەت هەیە ئەوە دەبێ ئەو کارە بجێڕنەوە بۆ لای خوای پەروەردگار و ئەمە بەڕاستی باشترە و خێری زیاتری تێدایە بۆ ئێوە. ولا سورة نساء آياتي 59-65 خواهي قورة لبشك لا فرميت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سوين بپروردگارت أي محمد أوانا إيمان ناهينا حتى تدكن حكمونا وبجيوان لسر أو كاراني كمشكلان بودرز بولا نيوان خوان دا و او کێشە و گرفتانی هەیەە و مشکلێ و مجادلە و کێشە و گرفتێک کەوتۆتە نێوانیان کۆکنین لەسەر بابەتێک مشکلەیەکیان هەیە ئەوە ئیمان ناهێنن سوێن بە پەروەردگارت ئەی محەممەد ئەوانە ئیمان ناهێنن هەتا تۆ دەکەنە حەکەم لەوەی کە مشکلە و گرفتە هەیە لە نێوانیاندا پاشان هیچ ناڕەحەتیەک نابینن لە نەفسی خۆیاندا هیچ لەسەر شانیان قڕس نییە لە ناو نەفسی خۆیاندا بۆ ئەو حکمەی کە تۆ بۆیان دەردەکەی و هەتا وەکو ئەو کاتی ئەوان بە شێوازێکی تەسلیمبوونێکی کامڵ تەسلیمی فەرمانەکەی تۆ نەبن و بەو شێوازە کار نەکەن کە تۆ فەرمانیان پێ دەکەی. خوای گەورە لە سوورەتی نور ئاەتی 63 دەفەرموێت فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. با ئەو کەسانی کە بێچەوانەی فەرمانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کار دەکەن با حەزەری خۆیان وەربگرن
كتوشي فتنيك ببن ياخو توشي آزاريكي بأيشو برنار حتي ببن. فهذه النصوص وأمثالها في القرآن كثير تذكر المؤمنين بمقتضى إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبلوازم هذا الإيمان. فمرة تأمرهم بطاعته لأن طاعته هي طاعة لله. وأمن نصانة هميان ونموني أو نصانة لقرآن دا زورة وإيمان داران أغدار ذكاته وبيريان دينتوا كبيويستا كإيمانيان ببيغمبر هنا صلى الله عليه وسلم هم وكو نبي وكو رسول وكاتك إيمانيان هنا أو إيمانا هندي لوازمي خوي هي هندي مرجي هي مرزكشي بريتيبو لواني كرون ما كذا ولا ببي آتكاني القرآن بيويستا جورايليها ببو أو فرماناني كبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم داري كردوا. فمرة تأمرهم بطاعتي جاري كان فرمانيان بيدكات كطاعتي بيغمبر كان صلى الله عليه وسلم چونك طاعت كردني بيغمبر صلى الله عليه وسلم طاعت كردنا بخواي پروردگار. وإن جزاء المطيعين جنات النعيم وأن جزاء المخالفين عذاب النار. جزائي پاداشتي أو كساني كجورايلن بهشتانيك كبهشتي نعيمة وپاداشتي أو كسانش كمخالفة إذا كان آقري دوزخ فنا بخواي قورا. وطورا تبين لهم أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يستلزم أخذ ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه. وذلك تريج بوان رندكاتوا كإيمان هنان ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بيوز دكا لسر أوي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرماني بيكردوا وواز هنان لوي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم نهي ليكردوا. وأن ما يقضي به صلى الله عليه وسلم واجب الطاعة لا خيار فيه للمسلم. وأوشتي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم حكمي تدادكات وكو قضاوتك حكم دردكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم لباري بابتك أو واجب جوراياليوم الكتيب بكريت اختياري تدانيا بو مسلمانو دبيت جيبجي بكريت هيت اختياريكي تدانيا لا خيار فيه للمسلم. وأن الرجوع عند الاختلاف يجب أن يكون إلى الله ورانوش لكاتي لحالتي هبوني اختلاف ناكو كلا نيوان تاكي مسلمانان دا بيويستا بو قرانوي بولاي داخكاني بولاي خواي پروردگار بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. وأن الإيمان الحقيقي بمحمد صلى الله عليه وسلم يستلزم الرضا بما يحكم ويقضي به ويخبر عنه. وإيمان هناني راستقينا بپیغمبر صلى الله عليه وسلم بيوز دكات كوار رازي ببويك حكمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقضاوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم چونو وچون حوالي بابتك ددات. وتارة تبين نصوص القرآن أن المخالفة لأمر رسول الله وعصيانه سبب لعذاب الله ومقته. وأن على المخالفين له أن يحذروا الفتنة والعذاب الأليم. وذلك تريج أمنص القرآن رندكنا وما برندكنا وكمخالفة كردني فرماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم و سرپێچی کردنی فەرمانەکانی هۆکارێکە بۆ ئەوەی عذابی خوای گەورە توشمان بێت و هەڕەشەی خوای گەورە بمانگرێتەوە پەنا بخوای پەروەردگار. و لەسەر ئەو کەسانی کە دژایەتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەکەن پێویستە لەسەریان کە حەزەری خۆیان وەربگرن کە تووشی فتنە و تووشی عذابێکی بەئێش ببن. والواقع أن ما تذكره هذه النصوص هو النتيجة المنطقية للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والرضا برسوله. وواقعيتي أويك أو النصانة أو آتاني خواي پروردگار كروني دكنوا نتيجة منطقية أوي إيمان هنانا ببيغمبر صلى الله عليه وسلم ورازبون بويك بيغمبر صلى الله عليه وسلم نراوي خواي پروردگارا. لأن من التناقض ومن غير المقبول في العقل السليم أن يؤمن الإنسان بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ينازعه في بعض ما جاء به أو لا يرضى بما جاء به أو ينصب نفسه معقبا لبعض ما جاء به أو يتمرد على بعض ما جاء به. وچونك أوت لتناقض أجر واشتيك قبول ناكرد لكسيك كعقل سليم بيت كإيمان بين ببيغمبر صلى الله عليه وسلم پاشان سرپێچی فرماني بيغمبري خوابك صلى الله عليه وسلم وياخد رازي نبت بشتي كما كبيغمبر صلى الله عليه وسلم هنابتي ياخد هندي تعليق شد خات السر أو كبيغمبر قيل وقال دخات السر قول كان فرمان كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم ياخد قليدة كات ورخنة دقريت
ياخد تبدنا كات بشك لويك بيغمبر صلى الله عليه وسلم هناويتي إلى غير ذلك مما لا يتفق أبدا ومقتضى الإيمان به وياخد شتاني كتريش كهر لم جوربن لو شتاني كهرجيز ريك ناقرتوا لقل إيمان هنان ببيغمبر صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا آمن بأن فلانا بارع في الطب مبرز فيه فإنه يتقبل منه ما يقوله في شؤون الطب وما يخبره به عن مرضه وسبل علاجه ويتبع توجيهاته في الأكل والشرب وفيما يأخذ ويترك. كاتك إنسان براسي إنسان كاتك إيماني بوهنا وباوري بوهب كفلان كس أو كسك اللي هاتوية لبواري بزيشكي داو وكسك سركوتوية وشارزاتي أو براستي هر شتێک ئەو دکتۆرە بێڵێت لە بواری پزیشکیدا لێ قبول دەکات و لێ وەردەگرێت و ئەوەی پێی ڕادەگەیەنێت لەبارەی نەخۆشیەکەیەوە و شێوازی چارەسەرەکەیەوە و شوێن ڕێنمایەکانی دەکەوێت و لە خواردن و لە خواردنەوە و لە هەموو ئەو شتانەی کە پێی دەڵێت بیکە و ئەو شتانەش کە پێی دەڵێت وازی لێبێنە ولا يسوغ لنفسه معارضته أو مناقشته ونايت مناقشة دكتور بكات ومعارض رجري بكالوي كدكتور بوي دادنيت يان رنماي دكات يان بالربازي تارسري دادنيت. فإذا كان هذا المسلك سليما ومعقولا بالنسبة لطبيب مع احتمال خطئه فيما يقول ويوصي به فكيف يجوز لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يعارضه أو يناقشه؟ باشا أجر بيت أمر ريروي كسيك بيت ريروي كي راستقين سليم بيت ومعقول بيت بجويري دكتورك كاتك رين معين خوش دكات لقل أوجد احتمالية وهي كأم دكتورة هلبكات لو شتانی کە دەیڵێت یاخود ئامۆژگاری نەخۆشەکەی دەکات باشە چۆن دەگونجێت ئینسان گوێڕایەڵی دکتۆرەکە بێت بەم شێوازە و بەم ڕێڕەوە بەڵام کەسێک کە ئیمانی بە پێغەمبەر هەبێ صلی الله علیه وسلم بڵێت باوەڕم پێیەتی وەک پێنەبی وەکو ڕەسوولیش ملکەتی نەبێت و پێچەوانەی بکات یاخود مناقەشەی بکات. بەڕاستی پرسیارێکی جوانە و ئینسانێک کە سەلیم بێت و بە دڵێکی کراوە وەری بگرێت ئەو کاتە تێدەگات کە حقیقەتەکان چۆنە. واجبنا نحو الرسول. إن واجب المسلم نحو الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أنعم الله عليه بالإيمان به وتصديقه بكل ما يخبره عنه وطاعته في كل ما يأمر به والانتهاء عن كل ما ينهى عنه وقبول ذلك بتسليم تام ورضا تام كما بينا في الفقرة السابقة وذكرنا النصوص القرآنية الدالة على ذلك. وواجب لسر مسلمان برانبر بپیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم پاش اوی که خواه گوره نعمتی اوی بسر دا باراند که ایمانی هبه بپیغمبر صلی الله علیه وسلم و تصدیقی پیغمبر که صلی الله علیه وسلم لهمو اوشتانی دا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیرا گاندوین و جویرالی کردنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لهمو اوی که فرمانی پی کردو وازهنان لهمو اوی که نهی لی کردو وقبول کردنی همو اوانا بتسلیم بونی کی تواو و رضامندی کی تواو كوكو چون لا فقري بيشوتردا رونمان كردوا وآتكاني قرآن من لسر كببلغا هاتون لسر أمانة رونمان كردوا. ومن واجباتنا الأخرى نحوه بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وسلم ما يأتي. وواجبكاني ترك لسر شاني إمي برانبر بيغنبري خواد صلى الله عليه وسلم كبدايك باكم وبقرباني بم هو صلى الله عليه وسلم أويك يكم محبته أكثر من النفس والولد والأهل والمال والناس أجمعين. خوشويستني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لخودي خومن ولا مال من دال كسكار مال سامان هم خلقي. قال صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وماله والناس أجمعين. هيك يكك لأيه وإيماني توام نابت هتا وكو مني خوشتر نبت لنفسي خوي لدايك باوكي ولا مال ساماني ولا هم خلقي. ومن البديهي أن صدق المحبة تكون بخلوص المطابعة له. وأوج ديارك براسي خوشويستني راستقينا بشوين كوتني كي باكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يحبه ويرضيه. وأوج أوجتي كوادك بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو كسي خوش بيتو رازي شلسر أو كارا والمسارعة إلى ما يرضيه صلى الله عليه وسلم مما أمرنا الله به وهو من لوازم المحبة الصادقة.
و پەلەکردن و پێشبڕکێکردن و مسارعەکردن لەسەر ئەوەی کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ڕازی دەکات لەو شتانەی کە خوای گەورە فەرمانی پێکردوین کە ئەنجامی بدەین ئەوەش پێویستە کە محبەتێکی ڕاستەقینەمان هەبێت ئەوە بە کردار شوێن پێغەمبەری خوا بکەوین صلی الله علیه و سلم. قال تعالى خوای گەورە فەرموویەتی يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أو كسانا سوين تام بودا خون بخواي پروردگار دلن سوين بخوا وعده كان كأيوة راضي بن بو راضي تام كان بلام براسي دا لراسي دا خواي پروردگار و پیغمبرك صلى الله عليه وسلم أحق ترن ضرور ترن كوا أوان أو كسانا راضي كان أجر أوانا براسي إيمان دارن. دوم خال ثانيا توقيره وتبجيله واحترامه حيا وميتا والرزقرتن بجورزانين واحترام قرتين بيغمبر صلى الله عليه وسلم بزندوي وبمردوي. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا سورة النور آياتي الشاسوسية فرميت أي إيمان داران إيوا بانكردني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لنيو خوتان دا وكو بانكردني يكتر مكان وكو يكتر شون بانكي يكتر دكان أو بانكي بيغمبر مكان صلى الله عليه وسلم لأن الرسول الكريم ليس كواحد من الناس لبلو بيغمبري بريس وكو هيتس كاسيك لإنسان كان نية أو بيغمبري خوا إنه رسول الله وعلى الناس أن يوقروه ويجلوه ويشرفوه حتى في ندائهم له وبلسب إنسان كان بيوستا كريزي بقرن و احترامي بقرن وبشرف من سيري بكن حتى وكو تنانت لبان كردني شندا فعليهم أن يقولوا له بيوستا لسر كسكان كبلين يا رسول الله يا نبي الله أو ناوانا بانجي بكن وكو ناوي خوين نابي بانجي بكن. وهذا بعض معاني هذه الآية وأو بانكرنك اللي ما وصاروا نكردته ده فرميت أو بشيك شل معنى آياتك حمو معناكين نيا بلام يكك لمعنى كان أو معنايك معناي رز كردن لشوازي بانكردني بيغمبر صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر توقيره واحترامه عدم سبقه بالقول أو رفع الصوت عند كلامه. قال تعالى ويكي كتلا شوازكاني كرز كردني بيغمبر صلى الله عليه وسلم احترام كردني بيغمبر صلى الله عليه وسلم پێشنەکەوتنیەتی لە قسەکردندا یاخود بەرزنەکردنەوە لای پێغەمبەری خوا لە کاتی قسەکردنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. خوای گەورە فەرموویەتی يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أي أواني كإيمانتان هناوە پێش پێغەمبەری خوا مەکەون پێش فەرمانی وتەی خوای گەورە و پێغەمبەرەکەی مەکەون و لە خوا بترسن بەڕاستی خوای گەورە بیسەر و زانایە. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أي أواني كإيمانتان هناوە دەنگتان بەرز مەکەنەوە بەسەر دەنگی پێغەمبەر لەسەر و سەوتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و بە ئاشکراش دەنگ بەرز مەکەن و دەنگ هەڵمێنن لە کاتی قسەکردن لەگەڵ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم كجهر بعضكم لبعض وەکو چۆن لە بینی خۆتاندا قسە دەکەن ئاو بە دەنگی بەرز قسە مەکەن لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نەوەکو کردەوەکانتان هەڵبوەشێتەوە بەهۆی ئەم ڕەفتارەتانەوە و ئێوەش هەست بە خۆتان نەکەن. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. براسي أواني كدنجي خويا نزم دكان ولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو كسانن كخواي گور دلي تاقي كردنو وتقوى خستوت دليانا و لوابو أو كسانش لي خوشبون وبعداشتكي گوره هيا. وأمل بابتي بامصادانية بلام وكرون كرنويك لسر أم آياتا ئەگەر خوای گەورە پێمان دەفەرمێت تەنانەت لە قسەکردندا دەنگتان بەرز مەکەنەوە کە قسەیەکی حەقیش دەکەن هەر شتێک دێڵێن نابێت دەنگتان بەرزکەنەوە لای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. ئەی چۆن دەبێ مەکانەتی ئەوەی کە ئینسانێک ئاەتی حەدیسی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ڕەتکاتەوە بێفەرمانی فەرمایشتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم و ئاەتی قورئان بکات ئەوە دەبێت سزای ئەوە چۆن بێت و هەڕەشە لەو کەسانە چۆن بێت لە کاتێکدا کە قسەکە حەقیش بێت ئینسان بۆ سەلامکردنیش نابێت دەنگ بەرز کاتەوە بە شێوازێک کە لە حەد دەرچێت دەبێت بە احترامەوە سەلام کات سزای بەوەی کە مەسەلەکە بێفەرمانیکردن و دەرچوون بێت لە حەدیث و دەنگ بەرزکردنەوە بێت لە کاتی بیستنی حەدیثێکی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. ويبقى هذا الاحترام والتوقير بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وأو احترام برزداناناش دمينتوا تنانا دعي وفاة بيغمبر صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي رفع الصوت في مسجده وعند قبره
وناكرت إنساني مسلمان دنجي برز كاتا ولا مزقوتكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ولا تنان لنزي قبرك شيء. كما يجب التأدب عند سماع حديثه الشريف وسنته المطهرة والإصغاء الكامل لها والرضا بها وعدم الخروج عليها أو معارضتها بالآراء الفاسدة. فإذا سمع المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أن لا قول لأحد مع قول صلى الله عليه وسلم ولا معارضة لقوله، وإنما هو الاستماع وفهم ذلك القول النبوي الكريم والعزم على العمل به. وكشون لأدب إنساني مسلمان أويكا بيويست لكاتي بستني حديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وبستني سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيويست أدب بنوينيتو بيدنقو من الكذبت وبتواوي يعني بشوازيكي كامل وتواو من الكذبت بو فرمانكو بو أو بابتك لحديثك دارون كراوتوا والرازيبوني كي تواوي هبت و لحديثك درنشت ولا فرمانك درنشت ياخد دجاتينك برأي فاسدو ك لرأي هالقلاوي نفسي خوي بيت. فإذا سمع المسلم كات إنسانك مسلمان جوي لوبك هر كاتك جوي لوبك وترا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أو بيوست إنساني مسلمان أو بزاني كوا مجال قصة كردن وقولي كتير بو هيت كسك نية وناكرت به شوازيكش أو فرمانك بيغمبر صلى الله عليه وسلم كردويتي معارضة بكريتو دجاتي بكريت وهروها بيوست أو كسب زانت باس جوي حديثك بقريت والحديثك تيبقاتو وعزمي شي جزم كاكوا كاربم حديث بكات. ثالثا سيمشد أويا الابتعاد الكامل التام عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء وبأي قدر من الإيذاء، فإن هذا كله حرام وقد يؤدي إلى خروج المسلم من الإسلام. وسيمشد دركوت نويكي طواو لهرشتك أزيتي بيغمبري خوالده صلى الله عليه وسلم وأوشتا لهر بابتك دابت بهر قدرك بيت زا زور بيت يعني كم بيت بهش شويك نابت أزيتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بدريت وأمانة هموي حرامة ودبيته هوكاري درسوني مسلمان لا إسلامتي. خواه قورة فرميتي وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وإيوة بوتانية كوا عزيتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم. وخواه قورة فرميتي والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم أو كسانيك عزيتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم عذابك بإيش تصور يعني. ويدخل في نطاق إيذائه المحرم إيذاؤه صلى الله عليه وسلم بالطعن في زوجاته الكريمات أو سبهن أو عداوتهن فهن أمهات المؤمنين بنص القرآن ويكك لأزيدان كانش يعني هر الأزيدان بيغمبر بهر شتيك بيت لهر بابتك دابت ولا هر قدر بهر قدرك يعني بهر رجاء بزور يعني كم أو هموي حرامه هوكاري درسوني مسلمان صلى الله عليه وسلم مسلمانة لا إسلامتي. ويكك لأزيدكانش أويك طعن بدريد لحوسركاني حوسر برزكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم ياخذ نويان بي بدريد يعني تجاتي بكرين لا دايكي برواداران بنص القرآن شكا أو أنا دايكي برواداران. خواهي قورة فرميت وأزواجه أمهاتهم حوسركاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دايكي برواداران وكو دايكي برواداران وان وهن زوجاته الكريمات في الدنيا والآخرة. وأو أفرتانا أو هاوسر برزانا أو دايكي إيمان دارانا هاوسري برزي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هم لدنيا هم لبهش تجدا أو أنا هر هاوسري بيغمبر صلى الله عليه وسلم. كما يدخل في إيذائه صلى الله عليه وسلم بالطعن في آل بيته الأطهار أو سبهم أو عداوتهم وكتشون بهما شواز أزيداني بيغمبر صلى الله عليه وسلم ذكرت بويكا طعن لآل بيتي بيغمبر درن آل بيت باكا كي بيغمبر درت بوزنيان بيدرتو دجاتي ذكرين. شوارمشت الصلاة والسلام عليه بيوست لسر إمك برانبر بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سلام صلوات ليبدين لسر بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم. خواه قرد فرميت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أي براسي خواه پروردگار وملائكته كان صلوات ليبدين لسر بيغمبري صلى الله عليه وسلم أي أواني إيمان تهنا وأي وش صلوات ليبدين لسر بيغمبري صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليردا كتاي با أمر كرنوي وأم بشد هنين كبازارو المازاني دعوكار لخواي جورا هدايات مادات كجورايلي فرمانكاني خواي پروردگار وجورايلي فرمانكاني پیغمبري خواي صلى الله عليه وسلم وظلمان بطواوي خوشويستيو
دڵسۆزیمانەوە بڕوانین بۆ فەرمانەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هەر کاتێک حکمێکمان بینی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە هەر بوارێک لە بوارەکانی ژیان و بابەتێک لە بابەتەکانی ژیان بە شێوازێک فەرمانی پێکرد بووین هەر چەندێک لەگەڵ نەفس و حەز و تەکەبوڕ و کەساتی معنی بە نوعێک بە نوعەکان ئێمە لەسەر شامان قورس بێت و داواکاری لە خوای گەورە وامان لێ بکات بگەڕینەوە بۆ لای خوای پەروەردگار و تەوبەی نەسوحلەوە بکەین و بە هەموو حەز و خۆشەویستیەکمانەوە فەرمانەکانی خوای پەروەردگار و پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەستیان پێوە بگرین و ملکەتی تەواومان هەبێ بۆ فەرمانەکانی خوای پەروەردگار و فەرمانەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم داواکاری لە خوای گەورە هدایەتماندا شوێنکەوتەی ڕاستەقینەی ڕێبازی سونەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم و لە قیامەتیشدا و لە بەهەشتەکەیدا لە حوزی کەوسەر بەدەستی پێغەمبەرەکەی صلی الله علیه و سلم لە ئاوی حوزی کەوسەر بخۆینەوە و لەو کەسانە بین کە شانازی بەوە دەکەین کە شوێنکەوتەی سونەت بووین و هەمیشە گوێمان ڕایشتووە فەرمانی خوای پەروەردگار و فەرمانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە بابەتەکاندا چی بووە دەستمان گرتووە بەو فەرمانانەوە و ئەوانەمان جێبەجێ کردووە بە هەموو هەوڵ و توانایەکمانەوە وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين